انا معاق ونازل في حب الجزيرة. ازيكم يا جماعه، اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. حلقه النهارده عن جزيره ايبستن. باختصار شديد، كان في واحد اسمه جيفري ايبستن. ده كان شخص يهودي، كان مدرس حساب وهو عنده 21 سنه. اتعين في مدرسه للموهوبين بيدرس فيها لاولاد الاغنياء، بالرغم ان هو كان شخص عادي خالص وابوه كان جنايني. ولانه كان مدرس حساب شاطر حسبها صح وعرف ان الشغله دي مش هتاكله عيش. تقريبا موضوع دروس خصوصيه ده ما كانش منتشر زي دلوقتي. المهم، بعد سنه واحده في المدرسه، جيفري ايبستن عن طريق معارفه باحد اولياء الامور قدر انه يتعين في شركه كبيره. فجأة بقى مليونير. هتقول لي ازاي؟ هقول لك. كان عامل صندوق بيشتري ديون الناس ويستثمرها. فلوسه الكتير دي عملت له علاقات مع رؤساء وزعماء العالم، وبقى يتصاحب عليهم ويعزمهم عنده. ومنها عمل شبكة علاقات خلته يتحول لوسيط بين الكبار. وبقى معرفته كنز، يعني كل المشاهير هم اللي بقوا يسعوا ان هم يتقربوا منه ويتصاحبوا عليه. فده عرفه على المليارديرات اللي معاها فلوس وعايزه تشغلها، وهو كمان عمال يكبر ويشتري منتجعات وعقارات. بس ده طبعا كله كان كاموفلاج لشغل تاني. هو كان شغال في القوادة، مش الليدرشيب، لا القوادة بجد، يعني شغال قواد. شذوذ، سادية، قاصرات. كان عامل اوبن بوفيه. المهم سنة 98 راح اشترى جزيرة اسمها ليتل سانت جيمس، دي اللي بعد كده معروفة دلوقتي باسم جزيرة ايبستن. وعمل بيت كبير وبقت جزيرة للحفلات والهيصة والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها. طبل وزمر ورقص و... وبنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسية كاملة. الجزيرة دي كانت بيت للشيطان من كتر الحاجات الوسخة اللي اتعملت عليها. المهم من سنة 2005 بدأت تتقدم فيه بلاغات من أهالي بنات صغيرة عندها 14 سنة، منهم بنت اتعرفت عليه بالفعل من خلال الصور. وحاولوا ساعتها يترمخوا على الموضوع، بس البلاغات زادت والشهادات زادت. خصوصا انه كان عامل شبكة هرمية، البنت اللي تجيب بنت تاخد $300، نفس فكرة التسويق الشبكي تقريبا. البلاغات طبعا كانت عن حاجات سيئة جدا بتتعمل في البنات اللي تحت 14 سنة دول، وكان بيلف بطيارته يجيب بنات من كل دول العالم. وكان بيوصل بيه الامر ان هو كان بيسرق الجوازات السفر بتاعتهم عشان يمنعهم ان هم يهربوا، وفي منهم بنات انتحرت او نطت في الميه. المهم لما البلاغات والقضايا دي زادت جدا، قرر انه يعمل اتفاق مع الحكومه انه يعترف بواحده من قواضيه ويعتذر عنها، ويتسجن 18 شهر، وبقت القضايا تتقفل بشرط انه يخرج كل يوم 12 ساعه. وده اللي حصل فعلا في 2008. المهم استمر الموضوع من بعد كده، والكلام كتر لحد 2019، والحكومه ما بقتش قادره تداري عليه اكتر من كده. فقبضوا عليه هو وصاحبته ماكسويل اللي كانت متورطه معاه وكانت بتجيب له البنات، وفتشوا بيته وصدروا ايميلاته وهارداته. الاحراز اللي خدوها المره دي كانت صور لشخصيات عامه وتلاعب مالي وملفات بتثبت انه كان بيتاجر في القاصرات ويبيعها، وصور من كاميرات كان حاططها في قصره في الجزيره، والماظ وذهب وفلوس وباسبورات مزوره وترابيزات بلياردو وبنج. وده شاكك الحكومه اكتر انه كان مزقوق، يعني ليه ماسك حاجات على ناس وليه كان بيعمل كده. وبدأت النظريات تطلع انه مزوق من جهاز مخابرات معين عشان يمسك ملفات على ناس. وده اسلوب معين عند جهاز اكيد كلنا عارفينه. مش اول ولا اخر مره يعملوا كده، اللي هو زرع واحد وسط النخبه عشان يبقوا ماسكين عليهم ملفات دايما للمساومه. وطبعا ما بتكلمش عن صفوه الشريف. المهم حاول بعد كده يدفع 100 مليون دولار ويتصالح وتتحدد اقامته، بس القاضي رفض ودخل الحبس. بعد كده لقوه مشنوق في زنزانته. الله اعلم انتحر ولا قتلوه ولا اتبدل وحد غيره هو اللي مات. لحد دلوقتي محدش عارف الحقيقه فين. المهم طول الفتره من 2019 لحد السنه اللي فاتت كان في دايما ضغط على وزاره العدل ان هي تنشر الوثائق دي، ولكن دايما كان بيحصل عرقله في الموضوع. لحد ما السنه اللي فاتت قرروا قرار ان هم ينشروا الوثائق دي عشان الناس تعرف وتفهم، ومضى عليه ترامب بالفعل. لكن كان دايما بيحصل مماطلات في نشر الوثائق. لحد من 3 4 ايام نشروا تقريبا 3 مليون وثيقه او 3 مليون ملف، منهم حتى ايميلات ايبستن نفسه. الملفات دي مش تسريبات، ده نشر قانوني بأمر القانون. وطبعا كل المتورطين اللي ثبت تورطهم في فساد مالي او في حاجه تخص الجزيره والممارسات اللي كانت بتحصل هناك، اما بيستقيلوا او بيتجردوا من مناصبهم، زي الامير اندرو والصوره المشهوره ليه، وزي اللورد ماندلسون. نسيت ده. ده بتاع ايه ده؟ وطبعا كلهم بيرفضوا ان هم يروحوا يشهدوا او يتم استجوابهم وبيعتذروا. المهم ان ايميلات ايبستن دي كان فيها دعوات عشاء لكل الناس اللي ممكن تتخيلها في العالم، باعتبار ان هو كان شبكه علاقات متحركه. كان باعت دعوات عشاء لناس يعرفهم او ما يعرفهمش، زي مبارك وجمال وعلاء ومرسي والقذافي وابنه والاسد وبن زايد وبن سلمان. حتى ميسي ورونالدو كان باعت لهم دعوات عشاء.
اللي الناس استغربته ان هو ازاي مش باعت دعوه عشاء لواحد من اتقل الناس في الوطن العربي زي تركي آل الشيخ. لكن انا بصراحه ما استغربتش، لان انا من وجهه نظري تركي الشيخ بالنسبه لإبستن هو ديب بيقيم ديب، ديب بيقيم ديب. انا بالنسبه لهم واحد جربوع، ده يقدر يعزم اي حد في العالم ويتصور معاه، وده يقدر يعزم اي حد في العالم ويتصور معاه. بمناسبه الكلام على تركي آل الشيخ والاهلي، الواد امام عاشور ده واد قاتل، مع انه قد كده اهو، بس واد قاتل. المهم ان معظم الناس اللي اتذكرت دي ملهاش علاقه بالجزيره لسه، وحتى معظم المشاهير اللي كانوا يعرفوه ما كانوش يعرفوا حاجه عن الجزيره دي، وما كانوش متورطين معاه. هم كانوا فاكرينه واحد ملياردير عادي وسيط بين الزعماء، ودي السمعه اللي هو كان مطلعها عن نفسه. الكلام على مين فضل يتواصل معاه وفضل صاحبه من بعد 2008، من بعد ما أدين في قضايا القاصرات. وعشان كده كل الاسامي اللي اتذكرت طلعوا نفوا ان هم كانوا على علاقه بيه، او ان هم كانوا يعرفوا حاجه عن الجزيره المشبوهه دي. بس طبعا مش كل اللي نفى كان بيقول الحقيقه. زي مثلا ايلون ماسك، اللي مش بس كان بينكر دايما ان هو يعرف حاجه عن الجزيره او انه رفض كذا مره انه يروح، لا ده كمان كان بيستخدم الجزيره دي لمهاجمه منافسيه. يعني اي حد بيعارضه في حاجه بيقول له انت كنت بتروح الجزيره. المهم ان من ضمن الملفات لقوا رسائل ما بين ايلون ماسك وبين ايبستن. ايلون ماسك بيساله عن موعد مناسب للزياره ليه هو وزوجته عشان يروحوا الجزيره، وايبستن بيرد عليه بعرض انه يبعت له طياره خاصه تجيبه. كمان بيل جيتس نفس الكلام، كان طول الوقت بينفي علاقته بالجزيره وبايبستن، لكن لقوا في ايميلات ايبستن سنه 2013 انه باعت رسائل لنفسه بيتكلم فيها عن بيل جيتس، ان هو بعت له وكان بيتكلم معاه عن مخاوف عن مرض قليل الادب جاله، وخايف انه يكون جل لزوجته، وطلب من ايبستن مضادات حيويه عشان يديها لزوجته في السر. لكن طبعا بيل جيتس طلع نفى كل الكلام ده وقال ان مفيش حاجه بينهم. المهم ان الوثيقه الاهم بالنسبه لي في الملفات دي هي وثيقه بتقول ان ايبستن كان شغال مع عائله روتشيلد، عائله روتشيلد اللي مولت قيام دوله اسرائيل. كمان ذكرت الوثيقه ان جيفري ايبستن كان على علاقه شخصيه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق يهود باراك، وانه تم تدريبه كجاسوس للموساد تحت اشرافه، نهايه غير متوقعه بالمره. وفي وثائق تانية ربطته بشكل مباشر مع طقوس شيطانيه للتضحيه بالبشر. ده غير ان اسم حساب البنك بتاعه بال او بعل، وده على اسم شيطان كنعاني قديم كانوا بيعبدوه العبرانيين، وهو عبارة عن تجسيد للشيطان نفسه المسمى بإبليس أو لوسيفر. الإله ده على حسب المصادر التاريخية كانت جزء من الطقوس بتاعته هي التضحية بالبشر أو التضحية بالأطفال. كمان مذكور في الوثائق دي إن ترامب كان بيقيم حفلات في مالاراغو في فلوريدا، وبتزعم ان ايبستن كان بيجيب فتيات قاصرات تحضر الحفلات دي، وبيتم التنافس عليهم جنسيا في شكل مزادات بين الضيوف. الملفات طبعا جابت سيرة اسماء تانية زي كيفن وارش، ده مرشحه ترامب دلوقتي انه يمسك البنك، رئيس البنك الفيدرالي، لان في خلاف ما بين ترامب وما بين رئيس البنك الفيدرالي الحالي، فمستني فترته تخلص عشان يجيب مكانه الراجل اللي مذكور في الملفات ده. بيل وهيلاري كلينتون دول مصيبتهم اكبر. بيل كلينتون سافر على طياره ايبستن حوالي 16 مره، وليه صور معاه في حمام السباحه، والاثنين وافقوا ان هم يدلوا بشهادتهم قريب في الكونجرس. وناس تانية تقيلة على مستوى العالم زي جيف بيزوس بتاع امازون، وهوارد لوتنيك وزير التجاره الامريكي السابق، ريتشارد برانسون رجل اعمال بريطاني مؤسس مجموعه فيرجن جروب اللي فيها شركات طيران. لفت نظري في ضمن الاسامي واحد اسمه ستيف تيش، ده مالك نادي نيويورك جاينتس، باعت لايبستن بيساله عن واحده شافها في الجزيره، بيساله اذا كانت عاديه ولا محترفه. مش عارف لو محترفه هيمضيها ولا ايه الوضع، مش فاهم. لاري سامرز رئيس جامعه هارفارد وكان وزير الخزانه. ده غير طبعا الاسامي العربيه اللي اتذكرت زي احمد ابو الغيط رئيس جامعه الدول العربيه. خد يا الشرفول ما تشوفش العيال اهو، خد تفاحه اللي جابك هنا. ورجل الاعمال الاماراتي سلطان احمد بن سليم، وده راجل مقرب من محمد بن زايد. سلطان بن سليم ده رئيس تنفيذي لمجموعه موانئ دبي، وليه كذا منصب تاني في البنيه الاقتصاديه في اماره دبي. ذكر اسمه في الوثائق سنه 2016 للمره الاولى. ده غير ان بعض الوثائق اثبتت ان ايبستن كان بيرتب لقاءات ما بين سلطان بن سليم وبين ايهود باراك عشان توطيد العلاقات الاماراتيه الاسرائيليه. ثالث حد هو جورج أريف نادر، ده رجل أعمال لبناني أمريكي. جورج نادر برضو مذكور في القضايا أو في الوثائق الغير أخلاقية بتاعت إيبستن، ولو إن هو مش محتاج يتذكر ولا حاجة، لأن جورج مدان في أكتر من 5 قضايا جنسية ليها علاقة بالأطفال قبل كده. وجورج نادر برضو مذكور في نفس القضية أو في نفس الوثائق بتاعت سلطان بن سليم اللي ليه مخابرات مع إيبستن أو إيهود باراك عشان توطيد العلاقات.
اخر حد من الاسامي العربيه واهم حد من وجهه نظري عزيزه الاحمدي، دي سيده اعمال سعوديه قاعده في الامارات وعندها شركه. لقوا في الوثائق سلسله مراسلات ما بين عزيزه وما بين ايبستن، والكلام على حاجه وحشه. المراسلات دي حصلت سنه 2017، وبتقول له فيها عزيزه ان في شحنه خارجه من السعوديه ورايحه للولايات المتحده فيها حاجات غير عاديه. اول حاجه هتيجي في دماغك ان هي بعتله كلوتاتها مثلا، بينما محتواها الحقيقي كان 3 قطع موصوفة في الإيميلات إنها من كسوة الكعبة المشرفة. الموضوع اتعرف إزاي؟ لقوا إن في إيميلات من عزيزة نفسها بعتها له عن عظمة الهدية اللي هي بعتها له. الإيميل ده مكتوب فيه نصا: بالمناسبة القطعة السوداء لمسها ما لا يقل عن 10 ملايين مسلم من مختلف المذاهب يطوفون حول الكعبة 7 أشواط، ثم يحاول كل واحد منهم قدر الإمكان لمسها، وقد وضعوا صلواتهم وأمنياتهم ودموعهم وآمالهم على هذه القطعة على أمل أن تستجاب جميع دعواتهم بعد ذلك. إيه الفكرة؟ إن هي بعتاله قطع من كسوة الكعبة، هو هيعمل بيها إيه غير إن في طقوس معينة سواء شيطانية أو عادية الله أعلم بتتعمل في المكان ده. في النهاية هختم بآية من القرآن الكريم بالنسبة لي بتلخص كل اللي حصل ده: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بغتة يعني فجأة. شكرا.